ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. النهارده هنعمل مع بعض فيديو حلو جدا. معظم الناس اللي قد كده ومن جيلي عارفينه. الحلبه المنبته او الحلبه المزرعه دي بنعملها في المناسبات، في الاعياد، في العيد الصغير، في شم النسيم، لان بتزرع كده في البيت كلها خير وبيبقى شكلها تحفه جدا. انا عن نفسي زمان كنت بزرعها في بيتنا في قطنه وتطلع طويله كده واكلها. حد هيقول لي دي الحلبه وعرق ومش عرق؟ لا، الحلبه ديت النوع ده او التنبيت ده او اللي بتتزرع دي ما بتعملش عرق. وبعدين الحلبه مفيده جدا لمرضى السكر، جدا جدا للمعده، لاي حاجه، للكحه. الحلبه كنز زي ما قال الرسول الكريم، في مطبخ كل سيده كنز. ايه هو الكنز يا رسول الله؟ صلوات الله وتسليماته عليه. قال الحلبه. نشرب الحلبه ويعني سهل العرق، نتصرف يعني. انما دي ما بتعملش عرق. انا هعمل ايه؟ هنقيها واغسلها كويس. تجيبي المقدار اللي انت عايزاه، اغسلها كويس واخليها زي الفل وانقعها 24 ساعه عشان تبدا تنبت ونلحق ناكلها في العيد. تمام. عملت انا ايه في الحلبه؟ غسلتها كويس جدا في المصفى وحطيت عليها ميه وهسيبها منقوعه من الصبح بالليل لتاني يوم. المهم تقعد 24 ساعه لغايه ما تفتح. هوريها لكم ساعتها يشوف شكلها عادي دلوقتي، لكن لما بتتنقع بتفتح كده عشان اقدر ازرعها بقى في مصفى، على قطنه، في طبق، في فخارات، في كوبايات بلاستيك، في اللي انت عايزاه. هتتنقع وبعد كده اوريها لكم لما تتنقع ونزرعها مع بعض. انا كنت ناقعه الحلبه قدامكم وصلت للشكل ده اهو. بقربها لكم، فتحت اهي. انا هعمل ايه؟ محضره مصفى وتحتها حاجه واحط الحلبه كده. تمام. عندي حته شاشه اللي هي بتاعت مخصصه للاكلات والكسكسي الحاجات دي. بليتها ميه اهو واغطي بيها الحلبه، مش ميه كتير، وكل ما تنشف الحته اجيب بخاخه فيها ميه وارشها لغايه ما تنبت كده. عندي علبه كمان هعمل فيها ايه؟ جايبه قطنه زي ما كنا بنعمل زمان، هبلها شويه ميه. انا بليتها ميه اهو القطنه كده، وابدا احط فيها الحلبه اهو. بس هتنبت وارجع اوريها لكم واحطها كده. كل ما تنشف القطنه ابخ ميه برضو. تمام. اما تنبت هوريها لكم. كده خلاص الحلبه نبتت وهنقدمها مع الترمس والحمص اهو. انا عامله مصفى كمان اهي، بس سايباها تكبر شويه اهي يا جماعه. كل ما تسيبيها كل ما تكبر اكتر. نبتنا مع بعض الحلبه بتاعه الربيع، بتاعه شم النسيم، بتاعه العيد الصغير. حلوه قوي الزرع في شهر الربيع في البيت. تزرعي نعناع، تزرعي كل حاجه، حلبه، بصل، بطاطس، كل اللي انت حباه تزرعيه بيطلع حاجات جميله جدا. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير.